السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في مطبخ وتدابير ليندا. اللي كنتوا أول مرة تزوروا القناة تاعي أتمنى ديروا الاشتراك والإعجاب بالفيديوهات وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. فيديو تاع اليوم إن شاء الله اللي اقترحته لكم ولا الحلوة تاع اليوم راح تكون عبارة على تشارك الشوكولا ولا صابلي تشارك الشوكولا. راح يكون يعني بعجينة صابلي ماشي حلو. الناس اللي ما تحبش بزاف الحلاوة يعني الحلاوة تاعو راح تكون متمركزة غير في هذاك الشوكولا اللي من الفوق. راح يكون بنين بزاف ووصفة سهلة سريعة تاني كما عودتكم، وان شاء الله باذن الله يعني عام سنة ندير لكم غير الوصفات السهلين والاقتصاديين اللي ماحش يكلفوا بزاف، وخاصة يعني لي غاطو ساك ولا الوصفات هادو تاع الغاطو الحلويات الجافة. راح نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدا الحلوة تاعي معكم ان شاء الله. عندي 250 غرام تاع زبدة ولا مارغرين، وعندي 4 ملاعق تاع الزيت كيما راكو تلاحظوا. عندي قريصة تاع الملح كيما العادة، عندي مغرف كبيرة هكذا مملوءة تاع شوكولا محلات تاع الحليب يعني تاع الأطفال، وعندي هنا باكي تاع فلون تاع 50 غرام ذوق شوكولا كيما راكم تلاحظوا. عندي مغرف صغيرة مملوءة تاني تاع لافاني، ونبدا نخلط كلش مع بعض. نحينا كل هكذا سباتول ونخلطو بيدينا مباشرة بهذه الطريقة حتى يولي لي الخليط كريمي، وهذاك السكر تاع الفلون ماذا بينا يذوب كامل حتى يولي ما كاش يعني ما اكزيستيش، وتولي الخليط كامل متجانس كيما راكو تلاحظوا وكريمي هكذايا. دوك هنا نزيد حبيبه تاع البيض، في حبه بيض فقط، ندخلها تاني بنفس الطريقه هكذايا حتى تدخل كامل باش نكمل مع المقادير الاخرى. هاي لك النتيجه. ونبدا نزيد دوكا تدريجيا الفرينه باش نبدا نطم دوك العجينه ديالي كيما راكم تشوفوا. من بعد هنا نزيد من نص ملعقه صغيره تاع خميره الحلو كيما راكم تلاحظوا. نبدا نكمل اللم بالفرينه حتى تنطم معايا عجينه تكون طريه ما تلصقش، وفي نفس الوقت ما تكونش يابسه بزاف، لازم تكون طريه باش تجيني الحلوه تاعي هشه وتذوب في الفم. النتيجه تاعي هاي ليك كيما عودتكم في كل مره، قلت لكم دائما لازم العجينه تكون طريه باش تحصلوا على النتيجه شابه. العجينه تاعي هاي ليك غلفناها ببلاستيك ولا كيس بلاستيكي ونخلوها ترتاح واحد ربع ساعه باش نبداو نشكلوا الحلوه ديالنا. جبنا قطعه من الحلوى، وعندي هذا المول تاع التشارك. تقدروا ديروا يعني تشارك تاعكم ديريكت تفورميوه كيما نفورميو التشارك، كيما تقدروا ديروا في المول هذا. انا استعملت هذا المول ويعني ما راهوش الثمن تاعو بزاف غالي، تلقاوه في الاسواق كاين هذا وكاين واحد شويه صغير عليه. انا فضلت ندير هذايا كيما راكم تشوفوا هكذا بهذه الطريقه. وشنو لازم دائما تدخلوهم في الفرينه باش يسهل لكم يعني الديمولاج، باسكو سورتو لا خدموا في المره الاولى كيما نقول لكم دائما. دوك الحبه الاولى دائما تعذبكم، من بعد بداو تدخلوا في الفرينه وخدموا راح تمشي يدكم وراح يجيكم ساهل. من بعد كي تنحوه نحوه بهذه الطريقه يعني خبطوا المول تاعكم باش يخرج معكم الهليله تاعكم ولا التشارك تاعكم بطريقه سهله. هنا راني عاودت لكم العمليه، يعني ديروا حربوش ودخلوه في المول هذاك باش تجيكم العمليه سهله. وشنو كي تبداو دوكا تساويو هكذايا في المول تاعكم ما تخليوش خارج المول، لازم يكون كلش لداخل باش ما يخرج لكم شغل فيه ديفو هكذايا. ولا حبيتوا توزنوهم يعني وزنوهم من الاحسن باش يجوكم كامل على حبه. سيو الحبه الاولى ومن بعد وزنوها وكملوا عليها. حطيتهم هكذا في بلاوات ونسخن الفرن تاعي على 160 درجه حتى يطيبوا. ردوا بالكم باسكو كي تكون حاجه هكذايا يعني كحلوشه لاباط تاعها ردوا بالكم في الفوق. عندي 250 غرام تاع شوكولا دوك هنا بيان سور بعد ما بردوه. 250 غرام شوكولا زدنا عليها 3 ملاعق تاع زيت ولا 2.5، ونزيد هنا 4 حتى ل5 ملاعق تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي خشين كيما راكو تلاحظوا. خلطناهم ونبداو نكلاصيو الكلاصاج تاعنا اللي يكون هذا الكلاصاج غورمون ولا كلاصاج روشي كيما يسميوه. نخبطوا شويه هكا ليجامون، من بعد نحي بالفرشيطه باش يجيني ساهل. فوالا هذا هو الكلاصاج تاعنا. زدت لكم وحده بهذه الطريقه هكذا، ونحطوهم بيان سور في سنيوه ولا في غري ولا في الاخر قسمه ينشفوا وتنشف هذيك الشوكولا تاعهم. بصح وشنو هنايا دوك قبل ما تنشف الشوكولا تاعنا راح نديروا لها شويه تاع ورق ذهبي كيما راكو تلاحظوا هكذا، غير في الطرف برك شويه هكذايا قبل ما تنشف الشوكولا باش تلصق هذيك الورقه الذهبيه ما يكونش عندكم مشاكل معها. خلوهم بيان سور حتى ينشفوا ونقدموهم ولا نخبيوهم للعيد إلا كنا من الأحياء. الكمية هنا خرجت لي حوالي 26 حبة،
وانتوما دائما نقول لكم ويديكم، وانتوما والحبه ابيض، وانتوما دائما انا نقول لكم حوالي، وانتوما تشوفوا ديروا حسابكم. هذه هي الحلوه ديالي اللي اقترحتها لكم النهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم، واللي مازال ما دارتش تبدا تتكل على ربي وتبدا ان شاء الله، وبصحه والهنا، وان شاء الله يلاقينا العيد بالفرحه والهنا والسعاده. وهذه هي الوصفه تاعي كما قلت لكم، والى وصفات اخرى ان شاء الله، وصحه فطوركم.